ربنا بيقف جنبي جدا. صباح الخير يا طهرة. دايما دايما دايما، وانا موقفي السياسي واضح يعني، ولساني طويل قوي. دايما متعوده دايما. واتمنى ان شاء الله اني ابقى رئيس ان شاء الله السنه الجايه. الاول الفريق عبد الفتاح السيسي. هقتل. استغفر الله العظيم يا رب. عمد نظام مبارك على استخدام كل ما يملك من أدوات للتأثير على المجتمع، فاستخدم رجال الدين والقضاء والأمن لتغييب الرأي العام والعمل على إبقائه في غيبوبته أبد الدهر. لازم في النهاية لما أبص كده ورايا ألاقي صورتك محطوطة في مكتبي. ما ينفعش، ما ينفعش. لم يكن الفنانون استثناء، فتم استخدام العديد منهم لدعم دولة مبارك من خلال تغييبهم للعقول، من خلال تقديم أفلام تجارية يميزها فقط إثارة الشهوات، ولا تقدم سوى العري دون أي مضمون ثقافي أو فكري. لم يتوقف الأمر عند شاشات التلفاز والسينما، فقد عمل النظام على استخدام هؤلاء الفنانين كواجهة لنظامهم، وجعل منهم قدوة للأولاد والبنات، فتلوثت أخلاق المجتمع كما تلوث كل شيء في زمن العسكر. اركب يا بابا. أثناء ثورة يناير حاول النظام أن يستخدم هؤلاء الممثلين كي يمثلوا على الشباب دورا في مسرح الواقع، فقاموا بقيادة حملة شرسة للدفاع عن النظام بكل قوة، دفاع كان دافعه المصالح في بعض الأحيان والجهل وعدم المعرفة مرات عديدة، ليتحول الفنان من أداة للتثقيف إلى مضلل يضلل بفنه جمهوره. غادة عبد الرازق الفنانة التي قدمت العديد من الأفلام التي غلب عليها الإثارة والإغراء، كانت من أشد المدافعين عن نظام أكل السوس عظامه، فقامت بالدفاع المستميت عن مبارك، فقادت بنفسها مظاهرات أنا آسف يا ريس المطالبة بإبقاء مبارك في الحكم. عقب نجاح الثورة حاولت عبد الرازق تبرير موقفها، فقامت بالادعاء صدقا أو كذبا بأنها لا تعلم أين الحقيقة، وبأنها لا تفهم في أمور السياسة. ما أنا بقول لك ما كنتش فاهمة إن دي سياسة، ما كنتش فاهمة إن الضرر ده من نظام حكم. لا، موقف تحول سريعا إلى استعطاف أقرب ما يكون من النفاق. الثوار طبعا أقول لهم أنتوا عملتوا حاجة ما كنتش تخالف ولا في الأحلام، بجد ولا في الاحلام. لو كنت جبت مصباح علاء الدين وحضرته ما كان الواحد ممكن يشك لو معه مصباح علاء الدين. حاجه ما حدش كان يتخيلها صراحه خالص. لتعود بعدها وتدافع عن نظام مبارك بحجه ان جميع الانظمه في العالم فاسده، واللي هيحكموا مصر جايين بشر، وهيقعدوا على الكراسي تاني بشر طبعا. يعني مش هينزل لنا ملائكه، لان لو ربنا كان عايز يخلقنا كلنا ملائكه ما فيش عندنا فساد ولا سرقه ولا كل الحاجات دي، هو ما كانش في حاجه موقفاه يعني. اكيد دايما دايما دايما، وانا موقفي السياسي واضح يعني، ولساني طويل قوي ما بقدرش. انت قاعده على التويتر، انا قاعده 24 ساعه يا غاده خلاص يا ماما، مكرسه حياتي، وكل واحد يقول لك ما حضرتك ما تنسيش وبتاع، اقول له انت اللي ما تنساش، انا موقفي ما اتغيرش خالص من اول يوم ما نزلت لحد ما دلوقتي. مع صعود الإخوان بقوة نحو السلطة حاولت غادة الرهان على الفرس الرابح وقتها، فأعلنت انتخابها لحزب الحرية والعدالة في الانتخابات البرلمانية. انت رحت انتخبتي؟ طبعا. انتخبتي مين؟ ولا بلاش؟ انتخبت الحرية والعدالة. الحرية والعدالة. أنا موقفي ما اتغيرش خالص. احلى من الشرف مفيش. بدأت دعوات 30 من يونيو تتصاعد. رفضت غادة وقتها توقيع استمارة تمرد خوفا من اتخاذ موقف سياسي يدينها بعد أن باتت تائهة لا تعلم إلى أي طرف تنحاز، فانتظرت حتى انقلاب 3 من يوليو لتقوم على الفور بدعم قائد الانقلاب. واتمنى إن شاء الله إني أبقى رئيس إن شاء الله السنة الجاية. الأول الفريق عبد الفتاح السيسي.
بدا موقفها غريبا ومتناقضا بشدة مع اعتراف سابق لها أن الإخوان لم يمنعوا أيا من أعمالها برغم ما تحتويه من إسفاف وعبارات خادشة للحياء. يعني مفيش حد مثلا لقيته نزل شال الفيلم بتاعي. إن أردت أن تعرف السبب ففتش عن المصلحة، والمصلحة هنا تكمن في زواجها من الصحفي محمد فودة الساعي للترشح والمنافسة على مقعد البرلمان عن دائرة زفتة. ولا سبيل له ولزوجته عن دعم الانقلاب وقائده، عله يتفضل عليهما بمقعد في زمن باتت مصر تدار فيه بلغة القوة ولا احترام لأصوات أهلها فيها. ولعل ما لم يلحظه الجميع أن محمد فودة الذي أعلن دعمه للسيسي لم تحظى صفحته على موقع الفيسبوك بأكثر من 300 إعجاب. لذلك كان لا مفر من أن تبصم عبد الرازق بأصابعها العشرة لتأييد الدستور ودعم قائد الانقلاب. غادة التي طالما بررت الأفلام التي تقدمها بكل ما تحتويه من عبارات إغراء على أنه حرية للرأي، قامت بمصادرة نفس الحق عن كل من يخالفها الرأي، فانتقدت باسم يوسف بشدة وهددت برفع دعوى قضائية ضده لانتقاده قائد الانقلاب. يكفي الاعتذار من صاحب القناة للشعب المصري، ده معناها إن اللي حصل ده كانت قلة أدب. كما قامت بمهاجمة القرضاوي واصفة إياه بالإرهابي الخائن لأنه عارض الانقلاب أيضا في زمن علا فيه ممثلات الإغراء على رجال الدين. مش حد بيعرف انت تمثلي عليا، انا همثل عليكي، مثل على الجيران، مثل على المخرج، مثل على بعضينا، هتمثلي على ربنا؟ غادة التي حولت أدوار الفن من كشف الواقع وتوعية العقول إلى بيع الشهوات واللعب على الغرائز، مثلت بكل ما تقدمه وجها من وجوه الانقلاب.